مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بافضل صحه وافضل حال. ويا ريت الناس اللي متابعه معايا في التعليقات تقول لي اخر نظام رجيم وصلت له ايه. في ناس ما شاء الله وصلت لحاجات متقدمه جدا جدا جدا. يا ريت الناس اللي بتتفرج تتابعني عشان تطمني هي بتوصل لفين. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ عاملين مشروب او زي ما بتتسمى وصفه هي فعلا سحريه. الوصفة دي بتعلي مستوى الحرق في جسمك بشكل غير طبيعي، لان كل مكوناتها طبيعية، وكل مكوناتها بتحتوي على عناصر بتعلي مستوى الحرق في الجسم بشكل غير طبيعي. وكمان فيها ميزة ان هي بتركز على الدهون العنيدة اللي بتتراكم في الجسم، وكمان بتساعد على تفتت الدهون الحشوية اللي كنا اتكلمنا عليها في فيديو مهم جدا جدا، اللي هي من اهم مسببات الكرش والبطن الكبيرة الناشفة اللي صعبة بتنزل. وناس كتير عملت انظمة رجيم كتير جدا، كل الجسم خس الا المنطقة دي بسبب الدهون الحشوية. كنا عاملين عليها فيديو مهم جدا جدا، هسيبهولك تحت في الديسكريبشن في الوصف، خش اتفرج عليه هتستفاد كتير قوي. وهسيبهولك برضو في اخر الفيديو في شاشة النهاية بتاعة الحلقة. فالمشروب ده مهم جدا، هنعمله مع بعض دلوقتي عملي، واقول لك يتشرب امتى وكام مره. بس لو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تشترك، فعل زر الجرس يوصلك اشعار بكل حلقه بننزلها جديد عشان تستفاد معايا. ولو الحلقه عجبتك متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. يلا نبتدي المشروب مع بعض ونشوف هيتعمل ازاي. انا عندي هنا كوبايه ميه مغليه اهي. كل اللي هعمله ان انا هاخد اول حاجة عود القرفة وهحطه في المية. تمام. بعد كده هاخد دي حوالي يعني ربع معلقة، ربع معلقة من الكركم كده. وبعد كده هنضيف ربع او اكتر من ربع شوية معلقة كمون. بالشكل ده كده. وهبدأ اقلب مشروب. شايفين شكله بدأ يبقى لونه ايه؟ اصفر كده. معانا بقى الجنزبيل ده اختياري، في ناس ما بتحبش طعمه، اللي بيحب طعمه هيحطه وما بيحبش طعمه عندنا اختياري. ممكن تحط الجنزبيل وممكن ما تحطوش، وممكن تضيف عليهم كمان نص ليمونة لو عايز. بعد كده بنغطي الكوباية، نسيبها يعني 5 دقايق لحد ما تهدى، يعني لحد ما تهدى. بعد كده هتتشرب. تعالى بقى مع بعض نرجع ونقول هتتشرب ازاي وايه نظام الاكل او النظام الغذائي اللي يمشي معاه. عملنا المشروب بتاعنا، طبعا قلنا الجنزبيل او الزنجبيل اختياري، ممكن نعصر عليه ويفضل نعصر عليه نص ليمونه، والطعم حلو مش وحش مش مقزز يعني. المشروب ده يتشرب مره واحده كل يوم بعد وجبه الغداء، ويفضل نظام رجيم معاه هيدوك افضل نتيجه. فنظام الرجيم اللي كنا عاملينه هسيبهولك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق، تتفرج عليه تطبق نظام الرجيم ده مع المشروب ده مره كل يوم، هتلاقي نتيجه جباره. واكتب لي في التعليقات وزنك وشكل بطنك كان عامل ازاي، وبعد شهر من نظام الرجيم ده والمشروب ده بتداوم عليه بشكل يومي هتوصل لايه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحلقه، متنساش تكونوا عملت لايك وشير للفيديو عشان الناس كلها تستفاد. واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.